الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي، كل عام أنتم بخير. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وسعادة ورحمة ونصر للإسلام والمسلمين، وأن يجعله للسنة ولأهل السنة شهر رفعة وعز وتمكين، وأن يجعله شهر فرج ورحمة للمكروبين والمنكوبين بمنه وكرمه، وهو أكرم الأكرمين. اجتهدوا يا أيها الإخوة في عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله بما يرضيه عنكم. هو شهر وإدراكه نعمة عظيمة بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أتى على المؤمنين شهر خير من شهر رمضان، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فاجتهدوا في عبادة الله سبحانه، واحمدوا الله أن بلغكم، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم ويتم علينا النعمة كاملة، وألا نحرم هذه الفرصة، فرصة رمضان. رمضان فرصة للإقبال على ربنا سبحانه وتعالى، رمضان فرصة للتوبة والإنابة. كل واحد عنده ذنب مش قادر يتخلص منه يجتهد في رمضان إنه يسأل الله سبحانه ويدعوه ويوجه قلبه لله عز وجل بقلب صادق، ويبكي بين إيدين ربنا في التراويح ويقول له: يا رب خلصني من الذنب ده، خلصني من المعصية دي. كل واحد عنده هم وعنده كرب. رمضان فرصة لتفريج الكروب وراحة البال، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رمضان فرصة انك تعرض نفسك على القرآن. اقف وصلي، اقف وصلي في المسجد، في البيت. ما تحرمش نفسك من صلاة القيام حتى لو مع نفسك في البيت. صلوا لله عز وجل، تقربوا إليه، اقرأوا القرآن. لازم يكون لكم ورد قرآني يومي، لازم تجتهد انك تختم في رمضان. حط شعار كده وقول: لن يسبقني إلى الله أحد. في الشهر ده لن يسبقني إلى الله أحد. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم بركات الشهر المبارك. يقول الشاعر: إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا، يسبح الله قلبي خاشعا جذلا ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا. جزيت بالخير من بشرت محتسبا، بالشهر إذ هلت الأفراح ألوانا. عام تولى، عام تولى، حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق في الوجدان رضوانا. يا باغي الخير هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا. أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا. أعط الفرائض قدرا لا تضر بها، واصدع بخير ورتل فيه قرآنا. واحفظ لسانا إذا ما قلت عن لغط، لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا. وأنفق المال وابذل بعض أعطية، لن ينقص المال لو أنفقت إحسانا. تميرة
في سبيل الله تنفقها أروت فؤادا من الرمضاء ظمآنا وليلة القدر ما أدراك ما نعم في ليلة قدرها 1000 بدنيانا أوصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم يحيا القلب نشوانا فأول الشهر قد أفضى بمغفرة بئس الخلائق إن لم تلق غفرانا وآخر الشهر عتق من لهائبها سوداء ما تركت إنسا وشيطانا نعوذ بالله من أعتاب مدخلها سكنى لمن حاق بالإسلام عدوانا ونسأل الله في أسباب جنته عفوا كريما وأن يرضى بلقيانا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأرجو أن تتابعوا برنامجي على قناة الندى الفضائية إن شاء الله تعالى في 1 صباحا، برنامج ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي دعاية وهي دعوة، ونسأل الله ألا يحرمنا شرف الدعوة إليه حتى نلقاه سبحانه. برنامج ملة إبراهيم برنامج يحكي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وكيف أنه بنى بيتا لله عز وجل هو بيته الحقيقي، وليس هذا البيت المكذوب المزعوم الذي يجمع فيه من وحد الله بمن ثلث. نسأل الله السلامة والعافية. كل عام أنتم بخير، شهركم مبارك وأيامكم طيبة، والحمد لله رب العالمين.